انت ممكن تشتري لبن من سوبر ماركت ولو لقيته منتهي الصلاحيه حتى لو دي اول مره غالبا مش هتخش السوبر ماركت ده تاني، ويمكن تحذر منه كل اللي تعرفهم. التراست كابيتال، راس مال الثقه. في البيزنس احنا ما بنبيعش منتجات، احنا بنداول عمله اسمها تراست كابيتال او راس مال الثقه، والسمعه بتتبني في سنين وبتتهد في ثانيه واحده. غلطه واحده في وعد العميل ممكن تقلبها راسا على عقب. في شركات بتضحي بسمعتها علشان مكسب سريع في بيعه واحده، وده اللي بيسموه الشورت تيرم ثينكينج، يعني التفكير على المدى القريب. الحقيقه ان العميل بيخسر ثقته فيك بيكلفك خساره مستقبليه ل10 عملاء غيره كان ممكن يجي عن طريقه. البراند ايكوتي او قيمه العلامه التجاريه قايمه على الصدق. لو وعدت بألف لازم تسلم ألف بلس، لأن الأمانة مش بس خلق، دي أداة تسويقية عبقرية. وهنا بتقع في فخ الأرباح المؤقتة، أرباح ومكسب سريع بس للأسف مفيش استدامة، وده بيخلي الشركات اللي بتعاني من مشكلة الشورت تيرم ثينكينج بتضحي بسمعتها علشان للأسف صفقة واحدة، وده بيخلي معدل الخسارة يتضاعف. وعلميا خسارة عميل واحد بتؤدي لخسارة 10 عملاء مستقبليين كان ممكن يجوا من قوة الكلمة وسمعتك في السوق. والقاعدة الذهبية إن البراند ايكوتي أو قيمة علامتك التجارية هي انعكاس مباشر لمصداقيتك في السوق. طيب لو حصل وقعت في الفخ ده ازاي تقدر تتعافى منه؟ الحل هنا انك تجيب محامي للبراند. هو طبعا مش محامي بالمفهوم التقليدي، بس هيكون دوره انه بيدافع عن الشركه بشكل استراتيجي، وده في فن اداره الازمات بيبقى اسمه كيف تصنع محامي للبراند. خلينا ابسطها لك. الشركات العظيمه ما بتدعيش المثاليه، زي مثلا الاعتراف، يعني مثلا لو اخطات لازم تعترف فورا وتقدم بديل لإدارة الخطر، وده بيتم انك تتفادى الغلط بانك تعوض العميل باكتر من حقه. وبشكل عام السمعة هي العملة الوحيدة اللي ما بتتأثرش بتضخم، قيمتها بتزيد مع الوقت، وهي الضمان الوحيد لاستمرار البيزنس في الاوقات الصعبة. انا عبد الرحمن عادل بقدم محتوى عن البيزنس والماركتنج، لو حابب تسمع اكتر تابع فيديوهاتي. شكرا جدا ليكم.